مساء الخير على احلى فراشات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة كده دايما. على طول حطوا لي لايك وكومنت ونبدأ ملخصنا مع سونغ بنت عيلة غنية. والدها جوزها ليان ابن عيلة لي، وبيكون ده الحفيد الوحيد اللي في العيلة. والدها بيطلب منها اللي هي لازم تحمل من يان عشان يكمل علاج والدتها. ونعرف كمان ان والدها قاسي جدا معاها، وطبعا متجوز على والدتها. بتلاقي عربية جوزها واقفة قدام البيت بتجري عليها. بنشوف السيد الشاوي ابن عيلة ليه اللي بيكون لسه راجع من الخارج، وبيكون في عصابة عاوزة تخلص عليه وبتهاجمه. لكن بيعرف ان السواق هو تابع العصابة، بعرفهم كل تحركاته. وهنا بقى بيكون متخدر جوه العربية. بنعرف بقى ان سونغ بتدخل العربية ومش واخدة بالها ان ده شخص تاني خالص، وبتقضي ليلة معاه. تاني يوم بتفتح عينيها بتلاقي شخص ما تعرفوش. بتنسى فردة الحلق بتاعها وبترجع على البيت اللي بنشوف يان الحفيد وهو ده جوزها. اللي بيقولها انت كنت فين؟ بتقوله كنت بشوف والدتي. وبشدها من شعرها، وبنعرف ان جده غصب عليه ان هو يتجوز سونغ، وان هو بحب بنت تانية. وهي كمان والدها غصب عليها، والاتنين كارهين بعض جدا، وان مفيش علاقة زوجية ما بينهم. وبقول لها اعملي حسابك، احنا هنتعشى النهاردة عند جده لان عمه رجع من السفر. وبنشوف جده وكمان والدة يان اللي بيكون جوزها متوفي. جده بيقدم ليها سيد شياو اللي بيكون ابنه الأصغر. وهنا بيحسوا إن في ألفة ما بينهم. وبنعرف إن العم وابن أخوه بيكونوا مش بيحبوا بعض خالص ومش طايقين بعض، لأن شياو ما بحبش تصرفات يان. والجد بيطلب من سونغ إن هي تقدم الشاي كتحية لعمها. هنا بتقدم الشاي وهي خايفة جدا، فشياو يقول لها إن الإيدين دي امبارح كانت أسرع من كده في فك الزراير. فبتبتسم وتقوله شكلك اللي انت كنت مستمتع جدا بالوقت امبارح، لكن عارف لو حد عارف بالحاجة دي ايه اللي هيحصل لسمعتك وسمعة العيلة. هنا والدة يان بتشوف بقى الخربوش اللي على رقبته، بتسأله بيقول لها ان دي كانت قطة. وبنعرف ان هي نواياها خبيثة شوية. وبعدين بنشوف شياو اللي بيرفض ان يان يقعد جنب سونغ، وبيقعد هو جنبها. والجد بيسأل شياو لو هو ناوي يتجوز بقى ويفرحه، فقال له كان نفسي يا والدي، بس دلوقتي مش قاعد معايا غير الذكرى دي، وهي فردة حلق سونغ لما وقعت في العربية. هنا سونغ بقى بتشوف حماتها وهي في حضن شياو اخو جوزها الله يرحمه، وبتقوله انا من زمان وانا مستنية اللحظة دي، وبقالي سنين عايشة هنا عشانك ومستنياك اللي انت تكون جنبي. هنا بقى بتعمل صوت صنغ. بتروح حماتها عشان تشوف مين اللي واقف بتصنط عليها، لكن هنا شياو بيرمي السيجارة تحت رجليها وبقول لها ان دي كانت قطة ومشيت خلاص، وبينقذ الموقف. وبقول لها عيب عليكي، ده انت مرات اخويا الكبير وانت اللي مربياني، ولازم تشيلي الافكار دي بقى من دماغك. فالجد يبعت للخادم عشان يناديها، فشياو يروح لصنغ ويقول لها رايحة فين يا قطة. فتقول له ما تفكرش اللي انت تقول على اللي حصل ما بيننا، لان انا دلوقتي عارفة العلاقة اللي ما بينكم، وهقول على كل حاجة انا سمعتها. قال لها انت سمعتي بس، لكن انا معايا الدليل. وبيشدها لحضنه كده، بتحاول تاخد منه فردة الحلق لكن ما بتعرفش، وبيسيبها وبيمشي. هنا بنشوف بقى حماتها اللي بيكون عينها من شياو، وبتلعب اللعبة بتاعتها دي، وبتقول إن في بنت تانية هتدخل حياته. وبنعرف أي بنت بتقرر إن هي تدخل حياته أو يعجب بيها كانت بتخلص عليها. وهنا بقى بنشوف سونغ اللي أول الشهر بتشوف لو هي حامل، لكن التست بيطلع سالب. وهنا والدها بيكلمها وبيسألها، فبتقول له إنه محصلش نصيب. فبيتضايق جدا. بنشوف يان بقى جوزها اللي بيكون بيكلم حبيبته وعاوزة تقابله. وهنا بتيجي وبتقول له اللي احنا لازم نخلف، ما تنساش ان جدك عاوز حفيد. فبقول لها اللي انت تنسي الحكايه دي خالص من دماغك. وبخنقها كده بقول لها انا ما استنضفش اللي انت حتى تمسحي جزمتي. وبعدين هنا بتبص لنفسها كده في المرايه، وبتقرر اللي هي تروح للسيد الشياو، هو ده اللي هتجيب منه الولد اللي والدها نفسه فيه. وبتاخد له طبق فاكهة كده عشان تأكله، لكن بيشدها في حضنه. وبيقول لها انت شكلك كده عاوزة حاجة، ما تجيلي كده دغري. فبتقول له انا مش عاوزة منك حاجة، وانا جايبه لك بس طبق فاكهة. وبتقوم كده وبتوقع نفسها تاني في حضنه. بقول لها انت عاوزة ايه من الاخر؟ فبتقرب منه بطريقة مثيرة كده وبتغريه عشان هو اللي يجي مش هي اللي تروح له يعني. وهنا بحس ان هو عاوزها وبيشدها ليه، لكن فجأة بنلاقي الحما اللي بتدخل عليهم فجأة، فترمي نفسها سنغ وتقول لها انت بتعملي ايه هنا. فبتقول لها انا جاية عشان استسمحه ان هو ما يحطش يان جوزي في دماغه ويسيبه، لان انا معرفش ليه هو بيكرهه كده.
وبترجه، لكن هو مش راضي يسمع كلامي. يا ريت يا ماما تكلميه وتحلي المشاكل اللي ما بينهم دي. وهنا بتطلب منها إن هي تروح على غرفتها، وبعدين بتطلع وراها جري، وبتفتكر اللعبة اللي لعبتها وإن في ست هتدخل على حياة الشياو. فبتقول لها ما ينفعش اللي انتي تلفي كده في البيت وانتي لابسة الروب، في شاب عازب هنا يا حبيبتي، ويا ريت تهتمي بجوزك أكتر، واللبس ده ما تطلعيش بره غرفة نومك بيه. وسونغ بتعرف إن شياو ملوش أي علاقة مع ستي قبل كده، وكمان بتفتكر كلام الجد لما قال إن شياو بيعاني بقاله فترة من الصداع والإرهاق. فهنا بتقرر إن هي تخليه يجيلها برجليه، وإن هي تعالجه بطريقتها الخاصة ويفضل مدمن عليها بالبرفان الخاص بتاعها اللي هي هتجهزهوله. وبيكون في حفلة عائلية الجد عاملها، وبنشوف هنا إيان وطريقته البشعة جدا مع سونغ، وإن هو حتى بيرفض إن هي تمسك إيديه كده قدام الناس. بتخرج برا بتشوف إيشياو وهو بيعاني من الصداع، بتروح تقرب منه بيمسك إيديها وبيشدها لحضنه كده وبيقولها أنت عاوزة إيه. فبتقوله أنت ظالمني كده على طول، أنا كنت بشيل الورقة دي من على راسك. فبيمسك إيديها وبيشم ريحة البرفان اللي هي حاطاه، وبعدين بيلاقي إن الصداع راح من عنده، فنلاقيه بيقرب منها كده وبيفضل يشم في عطر جسدها لعند لما بيدوخ بيبقى عاوز يبوسها، لكن بتبعده عنها وبتقوله ما ينفعش يا عمي، لازم الأفكار دي تشيلها من دماغك. السيدة بقى حماتها بتكون شايفة كل التصرفات دي، وبتقرر إن هي تعلمها درس، فتخلي سونغ معدية عليها بتمشي جنبها وتيجي خبطها وتيجي ضربها بالقلم، وتقول لها دي ماشية سرحانة، أو كنت هتوقعيني دلوقتي في المية وتخليني مسخرة للضيوف. وبعدين تبص في إيديها تلاقي الأسورة مش موجودة، فتلاقيها في المية. فبتقول لها أنت لازم تنزلي تجيبيها، لأن أنت السبب في اللي هي تقع، ومش هتراجع غير لما أنت تجيبيها. بتلاقي إن دي فرصة كويسة إن شياو يتعاطف معاها، خصوصا إن هو واقف، لكن هنا حماتها بتشدها من إيديها كده، وهنا صنغة تيجي واقفة وتيجي شد حماتها جامد، والاتنين كانوا هيقعوا، وكانت مستنية شياو إن هو يجي ينقذها. وفعلا إجا نقذها هي وساب حماتها اللي النار بتقيد فيها لما بتشوفها وهي قريبة منه كده وفي حضنها وبيطمن عليها. فإيان بيحس بغيرة وبيقول لوالدته هو عمو شياو ليه مهتم كده بسونغ. وهنا بتروح تمسك ايديها وبتقرص عليها جامد، وبتقول لها انت كويسة يا حبيبتي، طمنيني عليكي. بتفضل طول الليل سهرانة. لعبة الودع اللي هي بتلعبها طول الليل دي بتظهر ليها ان في بنت داخلة على حياة شياو، والشغالة بتاعتها دي بتكون عارفة كل جرايمها، وبتكون خايفة من مرات ابنها إن هي تاخد منها الشيا وحبيبها اللي مستنياه بقاله سنين، وإن هو بيكبر قدام عينيها. فبتخلي الشغالة تودي بخور منشط جنسي لغرفة آيان، وهنا المنشط يشتغل. وكمان أول ما بيشوف سونغ بحاول إنه يقرب منها، سونغ بتشوف وبتعرف إن في بخور موجود في الغرفة، فبتيجي ضربة آيان وبتقوله إن في منشط محطوط، أنا ضربتك عشان أنا عارفة اللي أنت مش بتعوز تقرب مني. وبتقلب الترابيزة خالص وبتقوله بس أنت بدل أنت عاوز أنا هقرب منك عشان هنقذك من اللي أنت فيه. لكن هنا بقى بيجي بعيدها عنه، فبيكون هو ده اللي هي عاوزاه. بيروح بقى يجيب أيان الخادم وبيقول لها الخادم ده تقدري اللي انت تحملي منه وينقذك من اللي انت فيه ومستحيل أقرب منك. فبتدي البطاقة بتاعتها للخادم وبتقوله تعمل زي ما أنا هطلب منك بالظبط. بنلاقي إن هو معلي حسه وبحاول إن هو يعتدي عليها، وبقول لها إن جوزك هو اللي طلب مني أعمل كده. وبعدين بنلاقي شياو اللي بيجي وبينقذها وبيسمع ده كله، والخادم بيقوله إن السيد عيان هو اللي طلب مني أعمل كده. فشياو بيوصي عليه جدا بس ما تخافش، ما انت واخد مبلغ كويس جدا من سونغ. وبعدين بقى بنلاقي إن سونغ المنشط شغال في جسمها وإن هي بتقرب منه، وهو ده اللي هي كانت عاوزاه، إن هو يجي ويكون معاه هو. لكن بيرميها كده على السرير وبتفقد الوعي، وبيجيب لها الدكتور وبيعالجها وبيفضل قاعد جنبها لعند لما بتستعيد وعيها. لكن وهو بيقرب منها كده بيلاقيها إن هي مفتحة عينيها وبتحس إن جسمها مرتاح، فبتفتكر إن حصل ما بينهم حاجة يعني. لكن هنا بيقول لها إن مفيش حاجة حصلت. فقالت له شكلك كده بتخبي سر، وبتيجي شداه لسه بده يبوس بيلاقي ابن أخوه داخل بيقول لهم انتوا كنتوا بتعملوا إيه. فهنا يقول له تعالى هنا عندي، وبيطلب منه إن هو يركع على رجليه، بيرفض فبيجي ضربه وبقول له في واحد محترم يعمل اللي انت عملته؟ بتأجر واحد لمراتك وبينزل فيه ضرب،
بعدين طبعا والدة ايان بتيجي وبتقوله ازاي تعمل كده في ابني، فبيقولها ان ابنك ما شافش تربية وان هو مش راجل وان هو رايح جايب واحد لمراته. طبعا ايان بينكر الكلام ده وبيقول ان سونغ بتتهمه باطل، فهنا عاوزة الحما تضرب مرات ابنها، لكن الشيو بيوقفها وبيجيب لها الخادم وبيعترف ان السيد يان هو اللي طلب منه ان هو يعمل كده، وكمان بيجيب التسجيلات وبيحطها في عينيها. وهنا بقى بيقول لها ايه رأيك لما اخد الحاجات دي واروح اوريها للجد، والجد هو يتصرف معاكم بمعرفته، لكن بيكون عاوزة تنقذ الموقف عشان مش يوصل للجد، فبتيجي ضربة ابنها. وهنا سونغ بتقول لها مفيش داعي انا مسامحاه، لكن الشيو بيكون مصر ان هي تاخد حقها وتضربه بالقلم وكمان يرجع ويعتذر. بيرفض ان هو يرجع، لكن والدته بتيجي ضرباه ومخليه ان هو يركع تحت رجليها ويعتذر منها على اللي هو عمله. بعدين بتروح يوم عيد ميلاد والدتها عشان تقابلها واخدالها بوكيه ورد، لكن والدها بيرفض ان هي تدخل تشوف والدتها وبقولها طول ما انتي مش عملت اللي انا عاوزه مستحيل تشوفي والدتك، وكمان انا هوقف علاجها. ومن هنا أنا بسألكم في شخصية البطلة إيه رأيكم فيها؟ شخصية ضعيفة وجوزها بيخونها، وشخصية تانية قوية وبتخطط؟ ردوا عليا في التعليقات بكومنت حلو زيكم، وكمان سيبولي لايك. وبعدين بنشوف الشاوي اللي بيكون تعبان وبيكلمها وبيطلب منها إن هي تجيله لأن عنده صداع وعاوز يشم ريحة عطر جوزها. بتروح معاها ازازة البرفان، لكن بتلاقي انه جسمه سخن وبتعرف ان هو بيخاف من الرعد، وبتلاقيه ان هو عمال يهلوس، وده بسبب حادثة حصلت معاه وهو واخته وهم صغيرين واخته توفت فيها. وبعدين بنشوفه وهي بترش رشة من البرفان، وبعدها بيرتاح وبينام. وبتشوفه وهو بعيط وبتفضل قاعدة جنبه. بيصحى تاني يوم من النوم بيلاقيها هي جنبه، وبنلاقي ان المساعد بيعتذر منه ان هو مش كان معاه امبارح في وقت تعبه، وبنعرف في اي موسم شتاء وسط الرعد الحالة دي بتحصل معاه بسبب الحادثة اللي حصلت معاه هو وأخته. وسانغ شياو بيشكرها إن هي فضلت معاه امبارح، وبيسألها لو هي استخدمت بخور امبارح، فبتقوله ما تخافش مش في حاجة حصلت ما بيننا امبارح، وبتقوله أنا عالجتك بالبخور اللي أنا بصنعه، وده هيخليك كويس. لو انت حسيت بصداع رش رشة بس منه. بعدين بنشوف الحرباية بتيجي تقول للحرباية التانية ان سونغ فضلت امبارح عند شياو في الفندق. وهنا بقى بنشوفها اول ما بتدخل اللي بتفتش في جسمها بتشوف لو هي كانت نايمة معاه. وهنا شياو بيدخل وبيغطيها وبتقوله اللي انا خايفة، فبيطلب من مرات اخوه ان هي تعتذر لكنتها، لكن طبعا هي بترفض، وبتلاقي ان هو جاي في صف سونغ وان هو بينصرها عليها، فبتيجي ضربة سونغ بالقلم. فانا بقول انا هخلي الجد هو اللي يجي ويحكم، واللي انت بتحبي النميمة اصلا. وجاب الجد، وهنا بتقول للجد ان سونغ فضلت بايته طول الليل بره، واللي انا عشان بتكلم معاها كلمتين اشياو زعلان وبزعقلي. سونغ مش بترضى تقول حماتها عملت معاها ايه، وبتقول ان دي زي والدتي بتحب سونغ تستفيد من كل حاجه. لكن اشياو بيجيب تسجيل الكاميرات وبيوري والده اللي عملته الحما مع كنتها، وهنا بيطلب منها ان هي تعتذر، فبتعتذر منها. فهنا بتقول انا قبل اعتذارك. وبعد مرور اسبوع بنعرف ان سونغ شغاله في انواع البخور دي بتصنعها وبتبيعها، وبيجيلها طلبيه ولازم تعملها عشان تروح تسلمها عشان ادويه والدتها لان والدها موقف علاجها. بتروح عشان تسلم الطلبيه بتلاقي عيان موجود وبتخانق مع شويه شباب، ولما بتلاقي شيو موجود بتقرر ان هي تستغل الفرصه دي كمان وان هي تقرب من شيو باللي هي هتعمله. بتروح تقف كده قدام ايان وبتحميه، وبتحب ان هي تستفزهم بان هي تقولهم اللي انتوا مش تستاهلوا حتى اللي انتوا تلمعوا جزمه جوزي. وهنا ايان بيشوفها وهي بتدافع عنه واقفه كده بيقول اللي هي فعلا بتحبني واللي انا لازم احميها واللي انا اكون لطيف معاها بعد كده. هو بيدخل عليهم بفتحة صدر وبيتضرب، وبعدين بنشوف واحد بيتحركش بصرخ. الشياو بيشوفه بيروح ينقذها من تحت ايديه، وكمان بينقذ معاها ابن اخوه بيقول له عمو هو انت جاي عشان تنقذني؟ فبقول له يلا خد بعضك وروح. هو بياخد سونغ وبيقول انا واخدها على المستشفى لان هي مجروحه في رجليها، لكن سونغ بتطلب منه ان هو يرد لها الجميل زي ما هي انقذته وفضلت معاه طول الليل، فهو ياخدها للفندق وهو اللي ضمد لها الجرح بايديه الحلوه. وهنا بقى بتحاول ان هي تستغله وتستغل الوقت ده وان هي تقضي ليله معاه، لكن بيعرف ان هي بتحاول ان هي تغريه فبيبعد عنها، فبتجري عليه وبتحضنه. بيقول لها انت عاوزه مني ايه؟ فبتقول له انا معجبه بيك، ولسه مش كملت كلامها بيجي يبيسها وانتوا عارفين الباقي. يعني ايان بيروح لوالدته بيلاقي الشغاله جايه تقول لوالدته
ان سونغ دلوقتي مع شياو في الفندق، لكن بيقول لوالدته ان ده ما حصلش، وبيحكي لها على اللي حصل في البار، وبيقول لها ان هي بتحبه ومستحيل تخونه، لكن بتقول له تعالى خلينا نروح الفندق عشان نتأكد. بيروحوا وبيدخلوا، بنلاقيها في حضن شياو، لكن شياو مغطي وشها، وبتكون متضايقة وبتقول له ازاي تجيب واحدة معاك هنا في الفندق وتوعدها، وبتكون عاوزة تتأكد لو هي سونغ، لكن بيضربها على ايديها وبقول لها عاوزة أسألك سؤال، انت ليه مهتمية بحياتي الشخصية بالطريقة دي؟ وليه كل بنت بتقرب مني وبدخل معاها في علاقة حياتها بتنتهي؟ في أيام بياخدها وبيرجعوا البيت يلاقوا سونغ قاعدة ومستنياهم، بيسألوها كنت فين، فبتقول لهم أنا كنت في المستشفى وتليفوني فصل شحن عشان كده مش قدرت اللي أنا أكلمكم. وبتلاحظ العلامات اللي على رقبتها، فبتحكي لها على الخناقة اللي حصلت امبارح واللي بسببها راحت المستشفى. وهنا أيان بيكون شايفها اللي هي بتحبه ومستحيل اللي هي تخونه، والعقربة بتكون لقيت فردة الحلقة في غرفة الفندق ومتوعدة إن هي تجيب البنت دي لو في حرابير ومستخبية فيه. وأيان بقى بتجاهل حبيبته تشين اللي بتكون متضايقة جدا وأول مرة ما يردش عليها. العقربة اللي شغالة معاها بتيجي وبتقول لها احنا عرفنا مين صاحبة الحلقة، وبتلاقي ان دي صورة سانغ وهي لابسة الحلقة، فبتقول ان هي دايما كانت بتقرب منه قدامي، وان هي دلوقتي بتنافسني ولازم اتخلص منها زي اللي قبلها بس بطريقة تانية، عشان الشاو لو عارف اللي انا قربت منها المرة دي مش هيرحمني لان هي بقت مهمة بالنسبة له. السونغ بتشوف لو هي حامل، لكن بتشوف العقربة بتدخل عليها وبتقولها انت بتعملي ايه؟ قالت لها النهارده عيد ميلاد يان وكنت بفكر ان انا البس حاجه حلوه يعني. طب كويس اللي انت فاكره ان النهارده عيد ميلاده، الهديه دي انا جايباها له، خديها واديها له. شياو بيكلمها بيكون لسه راجع من السفر وبقول لها انا رجعت وعاوزه اشوفك، فبتقول له في خلال ساعه هكون عندك. وايان بيكون بيحتفل هو واصحابه وكمان تشين، وبيسالوه امتى هيطلق مراته عشان يتجوز تشين، فتيجي مراته وتسقف وتقول له شاطر اللي انت بتحتفل مع حبيبتك. فهنا تشين تقول لها ما تفتكريش اللي هو هيبصلك في يوم من الايام، لان انا اللي في قلبه وانا هكون مراته بعد ما يطلقك. فسونغ تقول لها ان عيلة ليه عمرها ما تقبل بيكي لان انت مجرد عشيقه، فتتضايق وتزعل. فأيان يطلب من مراته ان هي تعتذر لعشيته، فهنا بتمسك الكاس وتيجي قلبها على جوزها وتقول له اتمنى ان اعتذاري يكون وصلك. فهنا بيطلب منها ان هي تركع تحت رجليه، لكن بترفض وبتقول له انا هكلم عمك وجدك وهم يحكموا. فهنا بيخاف، وهنا بتقول له انا مستعده ان انا مش هكلمهم واقول لهم على اللي حصل، بس تخلي تشين ترجع تحت رجلي وتلمع لي جزمتي، وبتعمل كده فعلا. لكن تشين بتطلب من سونغ ان هي تتكلم معاها وبتاخدها في مكان بعيد عنهم، وفجأة بتغدر بيها وبتزقها من فوق الجبل. فسونغ بتكون لسه متمسكة في حراف الجبل وبتترجى تشين ان هي تنقذها وان هي هتتطلق اصلا من ايان ومش عاوزاه وانتي هتتجوزيه، لكن بتكون مصرة تشين ان هي تخلص عليها وتقتلها وبتضربها على ايديها لعند لما بتقع من فوق الجبل. الشياو بيحاول ان هو يتصل عليها بيلاقي تليفونها مقفول، هو بيعرف مكانها فين وبيعرف ان العقربة هي اللي بعتها، فبيروح فورا لان عارف ان هي دلوقتي في خطر. بيروح يلاقي ايان قاعد مع عشيقته، بيقول له فين مراتك، فيقول له هي اجت جابت طلب ومشيت، فبيجي ضربه وبيقول له لو حصل ليها اي مكروه مش هرحمك، ومن الاحسن اللي انت تطلقها لان انت مش قادر تحميها. وبطلب من رجالته ان هم يدوروا عليها، بيلاقي الحجر اللي عليه دم وبيعرف ان هي وقعت من فوق الجبل، ورجالته بيكلموه بيقولوا له اللي احنا لقيناها. وهنا تشين بقى تتفاجئ ان هي لسه عايشه، فبيطلب من رجالته ان هم يتحفظوا على كل الموجودين في المكان، فبياخدها للمستشفى وبيفضل سهران جنبها طول الليل لتاني يوم لعند لما بتفوق. تتفاجئ بعد 3 ايام والممرضه جايه تبارك ليها وتقول لها ان كويس ان الجنين مش حصل ليه حاجه بسبب الوقعه اللي انت وقعتيها، وبتعرف ان هي حامل بقالها 3 اسابيع، وبتكون خايفه ان هي تعرف شياو، لكن يفاجئها ويسالها هو انت حامل، فتقول له لا مش حامل ولا حاجه وانا ما بحبش الاطفال، لان هي شايفه انه قاعد متضايق بسبب الزن اللي في المستشفى ده بسبب الاطفال. هو بيفضل قاعد جنبها وبياكلها فيقرب منها فتبعده عنها، فبيقول لها ايه حامل وخايفه على الجنين، فبتقول له لا بس انا تعبانه، بس قلب الاب حاسس. ايان بيجي بس مش جاي عشان يطمن عليها، لا ده هو جاي عشان يطلب منها ان هي تسامح تشين عشان عمه يعفى عنها، لان هما بهدلوها خالص وبتعاني وقطع ايديها اللي كانت بتضربها بيها بالحجر. فبتقول له طب بالنسبه ليا اللي انا كنت هموت وان هي كانت عاوزه تقتلني، فبقول لها بس انت دلوقتي بقيتي كويسه وان هي بتعاني، لكن هي بترفض وبتقول له طلقني، لكن بيرفض ان هو يطلقها. بنشوف تشين اللي بتروح للعقربه
وبتقول لها أنا عارفة اللي أنت هتديني فرصة تانية، فبتضربها وبتقول لها أنت سببتِ ليّا في مشكلة وفشلتِ، بس ما فيش مشكلة هادّيكِ فرصة تانية، وبتمسك إيديها المقطوعة كده فبتقول لها الفرصة الأخيرة ليكِ اللي أنتِ تجيبي لي كل معلومات سونغ وتراقبيها كويس. سونغ بتروح تعرّف والدها إن هي حامل، وهنا بنعرف إن والدها كان عاوز الحمل ده عشان بالجنين ده يضغط على عيلة ليه ويتفاوض معاهم عشان يقدر ينقذ شركته. فبتطلب من والدها إن هي تشوف والدتها وإن هي عملت خلاص اللي هو عاوزه. بتلاقي إن والدتها حالتها صعبة جدا، وبتعتذر من والدتها إن هي مش قدرت تحميها، وبتوعدها إن هي في أقرب وقت هتاخدها وتمشي من هنا، وبتطلب من حد إن هو يساعدها في إن هي تنقل والدتها من المكان ده. بترجع البيت سونغ بتتفاجئ إن في حفلة وبنت اسمها باي، والعقربة هنا بتصدمها وبتقول لها إن هي وشياو في حكم المخطوبين، وإن هي هتكون مرات عمك يعني عمتك، ومن الأحسن ناديها دلوقتي بعمتي. لكن شياو يرد ويقول هي ليه تناديها بعمتي وإن هي مش من العيلة، فبطلي كلام بقى يا مرات أخويا. لكن الجد يقول له إن دي عروسة مناسبة ليك واللي انتوا أصدقاء من الطفولة، بلاش نعمل حفلة خطوبة وخليها حفلة زفاف على طول. هنا شياو بيسأل سونغ ايه رأيك في الكلام ده، حفلة الخطوبة مهمة ولا جواز على طول، انت متجوزة قبل؟ واكيد هعمل بنصيحتك، بس كان مستنيها ان هي تقوله انا بحبك وهو يلغي كل حاجة ويواجه الكل. لكن تشين بتيجي وبتفاجئ اللي موجودين بان سونغ حامل ومعاها الفحص بتاعها من المستشفى. هنا الكل بيصطدم وخصوصا ايان اللي بيقول انا ما لمستهاش، هي ازاي حامل، انت خنتيني مع مين؟ فسونغ ما بتقدرش ان هي تقول كلمة وتواجه اللي بيحصل، والكل عمال يتكلم عليها بان هي جابت للعار للعيلة ولازم العقاب وان هي تطلع بره العيلة دي. وهنا الجد بيسألها هي حامل من مين بدل جوزك ما لمسكيش، فبتكون دي خطة العربة ان هي تكشف جزء من الحقيقة ان هي حامل واللي هي خانت ابنها، وان هي لازم تطلع بره العيلة دي. واكيد يعني شيو مش هيقول ان هي حامل في ابني، لكن شيو مش بحب ان هو يقف كده ويتفرج، لا بيقول ان هي حامل في ابني. هنا الجد بيتضايق وبيتعصب وبقول له انت بتسبب ليا المشاكل ليه، انت اللي هتموتني. فبقول له انا مش بقول كلام كده وخلاص، هي فعلا حامل في ابني. فايان بيقول يعني انتوا كنتوا بتخونوني وبتغشوني وبتتقابلوا. وهنا باي بتقول له طب وحبنا خليها تنزل اللي هي حامل فيه ده وانا مستعده اتجوزك. فبقول لها هو مين قالك اصلا اللي انا عاوز اتجوزك؟ وبطلب من ايان ان هو يطلقها، لكن ايان بيقول انا مش مطلقها. وهنا الجد بيتعب وبيفقد الوعي وبينقله للمستشفى، بيفتح عينيه بيلاقي الكل جنبه. هو هنا الجد بقى بيقول كلمته وان ايان لازم يطلق سونغ، وان شياو وسونغ بيحبوا بعض، وان سونغ وايان مش كان في بينهم علاقه تجمعهم، وان هما يتجوزوا. لكن العقربه الدنيا كده خربت فوق راسها والخطه بتاعتها اتقلبت ضدها. وايان بيطلب من سونغ ان هي تديله فرصه تانية وبقول لها اللي انا بحبك، لكن شياو بيقول له ابعد ايدك عنها انت ما قدرتش تحميها قبل كده. وتاني يوم بيروحوا مكتب الجواز هي وايان وبيتم الطلاق. وأيان طبعا بيكون زعلان لأنه لقى الحب متأخر جدا وخسر سونغ. أما شيو بيكون فرحان إن حبيبته خلاص اتطلقت وهتكون ملكه هو لوحده. بس سونغ عندها خطتها والعقربة كمان مراقباهم وعندها الخطة بتاعتها عشان تبعدهم عن بعض. سونغ بيكون خطتها إن هي تروح لوالدتها المستشفى وتاخدها وتسافر بيها، لكن بتلاقي العقربة موجودة وخاطفة والدتها وبتهددها بإن هي هتقتلها. سونغ بتترجاها إن هي تسيب والدتها وبتقول لها اللي أنا هسيب شياو واخد والدتي وأسافر، لكن هنا بتتنرفز أول ما تجيب سيرة شياو وإن هي حامل، وبتقول لها أنت لازم تختاري بين حياتك وبين حياة والدتك. وبتضربها وبتقول لها لا انت تموتي نفسك وترمي نفسك من الشباك لوالدتك هتموت. شياو بيعرف ان سونغ في خطر، بيروح على المستشفى. العقربة بتشوفه بتقرر ان هي تتخلص من سونغ قبل ما هو يجي وينقذها. بيوصل في الوقت اللي بتكون سونغ حاطة ايديها على رقبة العقربة وبتقول لها خلي رجالتك يسيبوا والدتي غير كده انا هقتلك. وسونغ بينقذها من تحت ايديها بعد ما كانت هترميها من الشباك، وفجأة العقربة كانت عاوزة تجيب السكينة وتقتلها. مساعد شياو بيجي في الوقت المناسب ومع الشرطة بيقبضوا عليها بتهمة الاختلاس وكمان الجرائم اللي هي عاملاها وان هي قتلت كذا حد، يعني هتروح لعشماوي. وسونغ بتقوله انا كنت هموت، فبياخدها في حضنه جامد. وسونغ هنا بتعرف ان هي بتحبه وبيجهز ليها مفاجأة. من غير ما تعرف تفتح عينيها بتلاقي نفسها في حفلة زفاف كبيرة معمولة ليها، وشياو نزل على رجليه وبيطلب ايديها للجواز. لكن والدها بيجي بترجاها وبقول لها خلي شياو ينقذ شركتي، لكن هي على مين، قلبها خلاص مات من اتجاهه هي ووالدتها.
وخلاص اتبروا منه وبيخلوا الحراس يجوا وياخدوه ويرموه برا، ووالدتها بتوصي شياو عليها وبتقوله أنا سلمتك بنتي وهي في أمانتك. وبكده نكون خلصنا ملخص، وهتلاقوا اسم الفيلم في أول تعليق، وحطولي لايك وكومنت حلو كده زيكم. ولو انتوا أول مرة تزوروني في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.